ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير. والنهارده جاي اكلمك عن فيديو جديد. لو بتدور على طريقه تزود بيها دخلك من على الانترنت او حتى تبدا شغل جديد بالاضافه لشغلك، فاكيد سمعت مره عن التسويق بالعموله. التسويق بالعموله هو انك بتروج لخدمات او منتجات شركات تانية او اشخاص تانية، ولما حد بيستلم منك الاوردر بتاخد عموله. لكن دلوقتي اكيد بتسال نفسك سؤال مهم: ايه احسن المواقع او الشركات اللي اقدر ابدا معاها؟ انا جربت قبل كده كذا موقع، والنهارده جاي اشاركك التجربه معاهم واقول لك افضلهم من ناحيه المميزات والعيوب. اهلا بيك، انا ابراهيم، والنهارده جاي اكلمك عن افضل 5 مواقع افيليت ممكن تبدا معاهم، وكمان هديك شويه نصايح هتخليك تبدا بشكل صح. اول موقع هنشرحه وهو انجزني، وده موقع كويس جدا وعليه منتجات حلوه جدا. اول ما بتدخل على الموقع ده طبعا هندخل دلوقتي تبدا تسجيل حساب الاول، وبعد كده زي ما انت شايف طبعا دي واجهه الموقع. عندك اجمالي العمولات، اجمالي الطلبات، الحاجات دي. طبعا المنتجات هتلاقيها على جنب، تلاقي منتجات كتير جدا موجوده، من برفيوم، من ملابس، من كوتشيات، من حاجات خاصه بالنساء. عندك القسم الفاشون كله اهو، على حاجات رياضيه عامه، هتلاقي حاجات كاجوال، هتلاقي حاجات منتجات جميله جدا جدا. طبعًا هندخل دلوقتي على تفصيل منتج من المنتجات. طبعًا دي كل الألوان المتوفرة من المنتج. عندك مقاسات المنتج، طبعًا السعر 315 وعمولة 50. ده طبعًا 315 شاملة العمولة. طبعًا هنا بندخل طبعًا على صور المنتج، اختار الصور اللي أنت عايزها اللي هتشتغل عليها طبعًا وتعمل فيديو. هنا بيدّيك برضه وصف بكل المقاسات، بكل جدول المقاسات. طبعًا هنا عندك الcompleted الحاجات اللي اتسلمت، الpending لسه ما اتسلمتش، الrefunded اللي اترفض. الطلبات هنا عندك لمّا بتعمل أوردرات والكلام ده كله بتظهر في الشكل ده. طبعًا عندنا في المدفوعات هنا بتضيف طريقة دفع ولو في رصيد متاح والّا حاجة، بتضيف طريقة الدفع. طبعًا بتحط اسمك وبعد كده محفظة إلكترونية إذا كانت بقى فودافون كاش والّا أورنج كاش أو الحاجات دي، وبعد كده بتدوس حفظ وتعيين كافتراضي. عندنا طبعًا تاني موقع هو موقع ويكي. موقع ويكي جميل جدًا، وسرعة توصيله كويسة جدًا، وتحصيل الفلوس فيه برضه كويس. عندنا التسجيل طبعًا اسمي أول أخير، رقم الموبايل، الحاجات دي، عنوان البريد الإلكتروني، الدولة مصر. طبعًا باختار مثلًا محافظتك، الكلام ده كله، أنت من قرية إيه مثلًا، الحاجات دي عادية بتملاها واحدة واحدة. هندخل طبعًا على الموقع بيبقى من الواجهة ده. ده طبعًا فيه منتجات كتير جدًا كويسة جدًا، وتسليماتها حاجة ما شاء الله يعني ما أقولكش. عندك ده طبعًا منتجات كتير، هتلاقي منتجات كتير. عندك هنا في لوحة التحكم هتلاقي طبعًا الأوردرات اللي أنت عاملها والحاجات دي. عندك الصفحة الرئيسية بالشكل ده. عندك هنا إشعارات الطلبات، الحاجات دي. عندك مثلًا لو عايز أي قسم من الأقسام دي بتكمّل. تالت موقع عندنا هو ده موقع تاجر، طبعًا غني عن التعريف وناس كتير عارفاه. موقع تاجر طبعًا التسجيل فيه سهل جدًا زي المواقع التانية. التسجيل فيه مثلًا يا إما بواسطة جوجل أو البريد الإلكتروني، الحاجات دي بتحط البريد، رقم التليفون، كلمة سر. لو حد مضايف يعني لو متسجل من تحت حد والكلام ده كله، رمز لحالة بتحطه وبعدها بتكمّل. هاسجل دخول وأجي لك. طبعًا هنا المنتجات الخاصة بموقع تاجر حاجة روعة، مش عايز أقول لك يعني حاجة ما شاء الله. منتجات كتير حوالي 1030 منتج يعني ما أقولكش. ولكن مشكلة موقع تاجر إن المنتجات فيه مش أحسن حاجة كquality، والأسعار فيه بتبقى مُبالغ فيها زي ما كلمتك. طبعًا هنا عندك المحفظة. أنا طبعًا اشتغلت معاهم فترة كبيرة جدًا، معايا 10 جنيه في المحفظة. طبعًا أنا ساحب كل الفلوس. طبعًا هنا الفلوس اللي دخلت الحساب واللي خرجت من الحساب. وهنا عندك آخر صفحة يعتبر 387 صفحة. يعني أنا شغال معاهم بقى لي فترة كبيرة جدًا، 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 بقى لي أكتر من سنتين، 3 سنين كمان دلوقتي، وعاملين شغل كويس جدًا. رابع موقع عندنا هو اسمه كذا ميزة للناس اللي عايزة تشتغل على الأحذية. الموقع ده كويس جدًا، جدًا، جدًا يعني. طبعًا الموقع بيبقى بالشكل ده، بتدخل كيان بس مش بتلاقي المنتجات على طول. تدخل items الحاجات دي هتلاقي المنتجات طبعًا الفرع التاني، الفرع التالت، فرع المخزون المتغير، الحاجات دي. الكوتشيات كلها طبعًا وحاجة رايقة، وبدأوا يضيفوا في آخر فترة حاجات fashion والحاجات دي. عندك زي ما أنت شايف بالشكل ده حاجات روعة، روعة ما أقولكش. طبعًا منتجات ترند وشغالة. خامس موقع عندنا ويعتبر الأخير هو موقع فيندور. طبعًا ده عليه ملابس، كوتشيات، ومبيعاته جبارة حرفيًا، والتوصيل بتاعه كويس، ولكن التحصيل بتاعهم مش أحسن حاجة. طبعًا الشكل كويس جدًا، يعتبر من أشيك وأجمل المواقع اللي ممكن تشوفها. وعندهم كل الأحذية اللي ممكن بتشوفها على الفيسبوك هتلاقيها هنا طبعًا. وفي منتجات تانية مش أحذية بس، عندك هنا مجات، حاجات خاصة بالرقبة، الحاجات دي حاجات كويسة جدًا. وعندك سويتشيرتات برضه. فأنت هتلاقي منتجات كتير، ما هو يعني منتجات ما أقولكش.
عايزني مثلا اعمل لك فيديو تفصيلي لكل موقع من المواقع ده من الف للياء. طبعا دلوقتي انت عرفت بعض المواقع، تعالى دلوقتي اقول لك على شويه ملاحظات لازم تخلي بالك منهم. خليني اكون صريح معاك من خلال تجربتي مع المواقع دي كلها، هقول لك على شويه ملاحظات لازم تخلي بالك منهم قبل ما تبدا. اول ملاحظه فيهم، ممكن الدعم الفني الخاص بالمواقع دي يتاخر عليك. اصلك انت مش شغال لوحدك، لا ده في اكتر من 1000 واحد شغال زيك، فاكيد ده بيبقى ضغط عليهم، فانت ما تستعجلش في الرد عليك. تاني حاجه والاهم، ان ممكن العمولات بتاعتك تتاخر، ده شيء وارد جدا يحصل، فما تستغربش لما يحصل معاك، لان الفلوس بتاعتك دي بتمر بكذا مرحله، فده امر طبيعي يحصل معاك، فلما يحصل معاك ما تستغربش. تالت حاجه، في اسعار المواقع للمنتجات اسعارها مبالغ فيها، فعايزك تعرف ان كل المشاكل دي بتواجه اي موقع افيليت هتقابله، فما تستغربش جدا من حته تاخير الدعم في الرد عليك او تاخير عمولاتك، او حتى ان سعر المنتجات المبالغ فيه في بعض الاوقات. كل الناس بتبقى عايزه تكسب وعايزه تزود ربحها اكبر واكبر. المهم في الموضوع ان انت تركز على تجربتك وتتعامل مع العيوب دي كانها جزء من الشغل. تعال اقول لك على شويه نصايح عمليه وهيفيدوك جدا، ودول يعتبر خلاصه الخلاصه. اول حاجه، ما تسمعش لحد بيقول لك ما تجربش الموقع ده وما تجربش الموقع ده، جرب كل المواقع عادي، ولو فشلت على موقع من المواقع اللي انا قلتها لك ده مش نهايه الطريق، بل ده يعتبر بدايه ان انت تتعلم، والموضوع كله بتجرب وبتفشل وبتبدا تاني عادي تتعلم. فانت عادي ممكن تفشل في موقع واثنين وثلاثه واربعه وتنجح في الموقع الخامس عادي. المهم بعد ما تتعلم الافيليت تفكر في خطوه اكبر، زي انك مثلا تدرس السوق او تجيب منتج خاص بيك، او حتى تتعامل مع المصانع وشركات الشحن. طيب انا دلوقتي قلت لك على المواقع وقلت لك على شويه نصايح، ايه الطرق اللي انت هتبدا تسوق بيها حتى لو مش بالاعلانات؟ طبعا بعيد عن منصات التواصل الاجتماعي والحاجات دي، ابدا ان انت تعمل مثلا متجر الكتروني خاص بيك، وفي الفيديوهات الجايه هبدا اشرح لك ازاي تعمل متجر الكتروني. مثلا اعمل صفحه على الفيسبوك وابدا اعمل شير للمنتجات دي وابدا شيرها في الجروبات. ومنصات التواصل الاجتماعي اللي ممكن تعتمد عليها عندك في مصر، ممكن تستخدم فيسبوك، انستجرام، تيك توك، وحتى يوتيوب ممكن تعمل من عليه اوردرات. ولو انت بتستهدف الجمهور الخليجي فعليك بسناب شات وتويتر. طبعا لو بتبيع منتجات في مصر، افضل خيار ليك ان انت تخلي الدفع عند الاستلام، ودايما خلي ان العميل لو ما استلمش الاوردر خليه يدفع ثمن التوصيل بس. طبعا في النهايه لو لسه بتبدا، ما تنساش انك كل حاجه بتتعلمها مع الوقت والتجربه. واهم حاجه، لو عايز تعرف شرح مفصل اكتر اكتب لي في الكومنتات تحت، ولو عايز نشرح حاجه معينه ممكن برضو تسيبها لي في الكومنتات تحت. بس كده. وفي النهايه لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه. وفي النهايه حابب اقول لك ان النجاح رحله، ولكن اهم خطوه فيه انك تبدا. اشوفك الفيديو جايب افكار جديده. سلام.